حضرتك تفتكريه في تربية الأطفال الصغيرة؟ جوزك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه. اه. وفي حاجات كتير جدا متعلقة اه. بالتربية الحقيقة. اه. هو في آفة في الشخصية المصرية محبة اه. للذكور عن الإناث في الإنجاب يعني. اه. ففي الصدد ده تلاقي فيه أمثال كتيرة جدا، مثلا يقول لك لما قالوا دي ولد. بنية اتهد ظهر البيت عليا، اه. لما قالوا ده غلام اتشد ظهره يستقام، وجابوا لي البيض مقشر وعليه السمن عام. بينما في البنية بقى جابوا لي البيض بقشره وعليه بدل السمنة مية. فلا، في حاجات كتير، والظهر والولد سند، ويعني حاجات اه. كتير بتزكي فكرة انه الذكورية أكتر. الذكورية اكتر اه. من الاناث اه. يعني. ولو اه. انه دلوقتي طبعا الناس ما بقتش بنفس القدر البنت ده. زي الولد زي ما لا، بيقولوا. مش بس البنت زي الولد، ده في دلوقتي شبه قناعة لدى الأسر المصرية إن البنت بتنفع أكتر، وهي اللي بتخدمنا، وهي اللي بتبقى قريبة مننا. وحتى اللي بيعتبروا الذكر الأخ أخ مراته، والخيبة تحلف بحياته يعني. فغالبا بتبقى اه. النظرة إنه في الآخر هو لأهل مراته ولمراته، مش لينا يعني. اه. فبدأت شوية، هو دي مثل قديم بس ما زال يعني، تأكد دلوقتي أكتر. ناس كتير ما بقتش تزعل لما يجي لها بنت يعني، لا عادي. اه. هو طبعا احنا بنقول هذا الكلام على سبيل ان احنا نستدل بالامثال الشعبيه، أيوة لكن ماشي. طبعا المراه هي نصف المجتمع وتنجب وتربي النصف الاخر. على فكرة المرأة هي حاملة الثقافة. الدكتور سيد عويس كان بيقول كده، ان المرأة هي حاملة الثقافة. اه. ومعظم التراث الشفهي المثلي، او حتى العديد والتهنين وكل الحاجات الشفهية دي، اه. اللي حافظت عليها كتراث المرأة، مش من خلال الرجال. تنقلها من جيل بتنقلها الى من جيل. جيل لجيل. حتى بتهيألي الاغاني اللي بتهنن بيها المراه اه اطفالها بتتنقل من جيل لجيل. الصغيرين بتتنقل. على فكرة دي فيها ده فن جميل جدا. أنا بزعل لأنه دلوقتي بدأ يكاد يندثر. اه. بس هو فيه حتى العديد على فكرة، رغم إن هو حاجة كريهة والمفروض الواحد إسلاميا يعني اه. ما يعملهاش. بس لما تسمعي بالذات في الصعيد الجواني يعني، اه. أما تسمعي العديد تلاقي فيه كأنه شعر وفي جماليات، وفي تعداد للمآثر الفقيد اه. لا يعني فن جميل برضه. هل بتختلف الطباع او الحكم او المغزى والمعنى من وجه بحري لوجه إبلي، او في الصعيد بيختلف احساسهم بالمعنى او قوة اللفظ او طبعا هقول لحضرتك حاجه. انا لما طلعت في سمات البورتريه بتاع سمات الشخصيه المصريه اه. كشخصيه قوميه يعني شخصيه كل، بعض الناس يقول لك لا، ما فيش حاجه اسمها كده، وما فيش شخصيه عامه. لان كمان مصر فيها صحراء وباديه وجبال واوهاد وريف وحضر، وفي مستويات اجتماعيه، وفي احياء شعبيه واحياء راقيه، وفي اختلافات. بس انا طلعت السمات اللي لا يختلف عليها الست سمات، لا يختلف عليها حد. كل ايه الباحثين هم اللي سبقوني يعني ايه قبل هم كده. الست سمات؟ المصري متدين ايا كان دينه، مسيحي مسلم، حتى ما قبل الاديان. المصري على فكره الحضاره الفرعونيه دي كلها اتعملت مش بس بالقهر، ولا بنوا الهرم عشان قهر ولا حكام ولا حاجه، لا، دين. فرعون كان الفرعون الاله. تمام. فالتدين ده سمه اساسيه. المصري ساخر، دي برضو ما فيش حد بيختلف عليها. واتعملت بحوث كتيرة جدا عنها، عن سمة المصري، انه ابن بلد وجدع وفهلوي ودمه خفيف وابن نكتة وتعبيرات بهذا الشكل. يعني انا طلعت الست سمات، تحت كل سمة من دول بيندرج سمات اخرى ثانوية وفرعية وما الى ذلك. المصري ذكي فطن، وإن بدا في بعض الأوقات أحمق فهو ليس أحمق، هو تركيبة كده، عارفة جحا؟ هو جحا المصري. اللي في مواقف تحس إنه إيه ده، يعني ده غبي خالص، وفي مواقف في غاية الحكمة والفطنة والذكاء. فالمصري ذكي فطن وحكيم، حتى لو أبدى بعض التحامق في بعض الأمثال فيها تحس فيها استبياع كده، لكن هو حكيم. المصري محب الاستقرار، وإن كانت السمة دي إلى حد ما بدأت يعني تضمحل شوية، لأنه بقينا نخرج ونسافر. وأصل كمان السمة محب الاستقرار ده مرتبطة بيها التمسك بالقديم، والتمسك بالقيم، والتمسك بكل ما هو تراث.
فبدأنا شوية نتخلى عن السمة دي. المصري فنان مبدع، حتى كان زمان يقولوا ايده تتلف في حرير دقي على المهني على او الحرفي. المهني او الحرفي. لان المهن اليدويه دي كان فيها فن، مش اي حاجه. كان يقول لك دقي وايده تتلف في حرير. طبعا لما تيجي تبص دلوقتي الحكايه اتغيرت. لان في ناس كتير بيدعوا لنفسهم الفن والقدره وهم مش كده. الشباب بقى مثلا بيقول لك ايه، عك وربك يفك. فين ده من انه كان الصنايعي الدقي ده كان شيء مطلوب. احنا قلنا متدين وساخر وذكي فطن ومحب الاستقرار، مبدع وفنان مبدع. طيب بالنسبة للشخصية المصرية على مر العصور، هل دايما كان المثل الشعبي بيتغير بتغير الحقب اللي كان بيعيشها المصري في ذلك الوقت؟ طبعا في امثال اندثرت. هو المفترض ان الدراسات عن الامثال والتراث دي مفترض انها تتعمل كل ربع قرن او كل جيل، يعني 30 سنه 25 سنه. غربله مثلا لا بيبقى في حاجات اندثرت لان مفردات اللغه اللهجه بتتغير. يعني انت لو تاخدي بالك في كلام من الشباب بيقولوه يكاد يكون اللي في جيلي ما يفهموش قوي ايه اللي هم بيقولوه. فكل ما اختفى. زي ايه يا دكتور؟ زي في مثل بيقول ايه، عشان ابوك سنجق ماشي تهز كتافك. سنجق دي خلاص مهنه اندثرت وما عادش فيه لا سنجق ولا بتاع. بداوا يقولوا عشان ابوك جندي يعني قوه حاكمه يعني. دلوقتي يكاد يكون ما حدش بيقول المثل ده خالص. لا بس طلعوا عليه حاجه، ما يطول ولا ينول الا اللي في البلد مسؤول. مثلا برضه يعني يا مخت من كان النقيب خاله. يعني برضه بيرجعوها لانه السلطه والنفوذ والسطوه لها اهميتها في فطبعا لا، في امثال بتنقضي خالص وفي امثال بتظل باقيه. المثل الشعبي طالما هناك احتياج لتكراره واحتياج لانك تقوليه لا يندثر. ممكن تتخفف اللكنه بتاعته، ممكن يختلف من اقليم لاقليم داخل مصر. في الصعيد الجواني يتقال حاجه، وده حتى على فكره في تواصل ما بين الامثال الشعبيه المصريه الامثال الشعبيه العربيه. تلاقيها بتتقال في فلسطين متشابهه بس اللكنه مختلفه. زي إيه؟ في سوريا يعني مثلا احنا بنقول ايه، كل فوله وليها كيال. في سوريا بيقولوا كل فوله مسوسه وليها كيال اعور. فاحنا ما اعرفش مين اللي بدأ المثل اصلا، احنا اللي قلنا كده وهم زودوا عليه، ولا هم اللي كانوا عاملينه كده واحنا خففناه عدلناه. انما هو كل فوله وليها كيال. يعني برضو الدول العربية عندها رصيد من المخزون والتراث الشعبي الخاص بيها. يعني حضرتك كنت تقيمي في إحدى دول الخليج العربي. ايه الأمثال اللي عندهم اللي ممكن يكون لها نظير عندنا؟ في امثال على فكره درست الجزئيه دي في كتاب عن اسمه الامثال الكويتيه. طلعت عليه طبعا في بس ما يحضرنيش دلوقتي بالظبط ايه، لكن في تشابه. بس احنا اقرب امثال لينا فلسطين لانه امتداد جغرافي. وسوريا برضو الى حد ما، يعني بلاد الشام اللي هي كانت بلاد الشام زمان. هناك تساق بين امثال. يمكن الخليج بعيد عننا شويه وكمان لكنته بعيد عننا يعني مش متداولة معانا زي ما احنا ممكن نتكلم مع أهل فلسطين. حتى رغم ان شمال افريقيا، اصل مصر دي يعني موقعها الجغرافي خلاها مرتبطة بافريقيا، مرتبطة بمنطقة الشرق الاوسط، مرتبطة بالعالم العربي. ففي شمال افريقيا مثلا في احنا بنقول مثلا احمد زي الحاج احمد مثلا. هم او مثلا هم عندهم مثل بيقول ايه، دراهمي درهموني وخلوا لي في البلد مقدار، من بعد ما كنت عمر بقيت الحج عمار. فهم يعني في ما يعني بس هم بيذكروا ان الفلوس والماديات هي اللي خليته من عمر للحج عمار. بينما احنا مثلا بيقول لا احمد زي الحج احمد. طيب الحياه في دول الخليج اثرت على كتاباتك وابداعاتك، و30 سنه من العمر ما شاء الله، يعني كانت برضو كفيله انها تغير من بعض مكونات شخصيتك انت او تضيف اليك يا دكتوره عزه.
هي العيشه في الخليج اضافت الي حاجه. اولا احنا انا حقبه الستينات والخمسينات والستينات كان المد القومي تمام. هو السائد. تمام. فانا طبعا في دول الخليج دي كانت بوتقه، كلنا هاجرنا الى دول النفط. حتى في كتاب جه للدكتور وقت نادر كده فخراني بالظبط. كان الهجره الى النفط. آه. فلما عشنا هناك كان في بقى معانا فلسطينيه واردنيين وسوريين وكل الجنسيات. ده عمق شويه، رغم انه كان في تنافس على الوظائف والعمل وكده، لكن كل واحد بيحاول يثبت ذاته. فتعمقت لدي فعلا فكره القوميه العربيه اكتر. فانا ما زلت، رغم انه دلوقتي الكلام عن القوميه العربيه كانك بتقولي، او الوحده العربيه والكلام ده كانك بتقولي نكته يعني، لكن انا ما زلت مقتنعه بانه الوحده العربيه هي الحتميه اللي ممكن تنقذنا من كل ظروف الحياه اللي حوالينا. فتعمق لدي الاحساس القومي، لاني كمان ارتبطت بناس من جنسيات مختلفه وعشت معاهم وعرفت عاداتهم واكلهم وكل حاجه يعني. فبقوا واصدقاء في دول في يعني. حضرتك من خلال عملك الآن أستاذ الصحافة بجامعة المنوفية، حضرتك بتقومي بتدريس علوم الصحافة والنشر والإبداع لمجموعة من الطلبة. إيه أهم القيم اللي بتلاحظيها وملاحظاتك على شباب هذه الأيام؟ للأسف الصورة سيئة شوية، مش شوية كتير. احنا كنا بنحب العلم للعلم، هم جايين عايزين ياخدوا الشهادة وبس. كنا بنقرا كتير، فانت ما تقري كتير تعرفي تكتبي. انا افاجئ مثلا بان قسم الصحافه اللي مفروض يبقى الناس دي هاجسها في الحياه القراءه والكتابه. لا انا بصدم بان مستوى اللغه العربيه يعني اخطاء نحويه، مش بس نحويه، لا يعني املائيه مضحكه ما تطلعش يعني. معروف ان في الصحافه طبعا هيبقى في مراجع يصحح وفي مصحح لغوي وبتاع، لكن المفترض يبقى في حد ادنى من القدره على التعبير. فده القدره على الكتابه. القدره على الكتابه. فهم حتى لو استوعب الماده لما يجي يكتب اللغه تعجزه. كان في مقوله لاستاذنا الاستاذ انيس منصور ان هو كان بيقرا كثيرا كثيرا ثم يكتب. ما هو فاعتقد ان القراءه هي الرافد الاساسي. وللاسف اصل هو على فكره مش الشباب بس. دلوقتي نسبه القراءه قلت لدرجه ان انا مثلا كواحده كاتبه وبعمل كتب، لا احنا مش عايشين في عصر الكلمه المكتوبه او المطبوعه، احنا عايشين في عصر الصوره. وانه اسهل انك تفتحي تتفرجي على بودكاست، تتفرجي على فيديو، اسهل من انك تمسكي كتاب وتفتحيه. رغم انه طبعا حديث زي اللي احنا فيه ده قلنا قشور الامر اللي متعلق، لكن غير انك تمسكي كتاب الامثال ده او كله وتقريه وتقري فصوله هيكون في شيء وتستعيدي اللي انت مثلا وقفتي عنه ارجع للصفحه كده ارجع لكن الحديث السيار دي لحظه اثيريه لا يمكن القبض عليها. ندعو دايما انه القراءه ترجع يا ريت. الامر هيختلف، شيء مهم في الحياه الحاليه. الامر هيختلف تماما. احنا في ختام حلقتنا بنشكر حضرتك جدا على تشريفك لبودكاست الاهرام وسوشيال ميديا الاهرام طبعا، ونتمنى من حضرتك في صفحه من الذاكره تكتبي لنا ما تشائين. فماذا تكتبي؟ في هذه الصفحه من الذاكره كتب الدكتورة عزة عزت: طول العمر نعمة من الله سعدت بها لأنني عشت حياتي بكامل أبعادها بالطول والعرض والعمق والارتفاع، من خلال أيام الدراسة والقراءات الخاصة والرحلات والأسفار واللقاء بصنوف من البشر من كل الجنسيات، وسعدت بهم تماما. فكانت رحلتي مليئة بالطرائف والحكايات التي خدمتني ككاتبة. بهذه الكلمات اختتمت الدكتورة عزة عزت شهادتها في صفحة من الذاكرة. شكرا وإلى اللقاء في صفحة جديدة.